اهلا بكم مرة تانية بعد ما شفنا الفاصل الفيديو اللي معانا واللي بنتكلم عنه عن الفيرتواليزيشن، بس هو ما اسموش كده، هو المصطلح اي تي. ف مهندس محمد سعد قال لي اسمه فيرتواليزيشن، صح؟ تمام. مشرفني ومنورنا. الله يخليك. ايه موضوع الفيرتواليزيشن؟ اسمه فيرتشواليزيشن. هي الكلمه الاولانيه اللي هي فيرتشوال، يعني حاجه وهميه مش حاجه حقيقيه. هو كل الموضوع احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس كنا جايين نتكلم فيه بشويه تفاصيل شويه. بلس ان احنا عايزين نروح شويه لحته اللي بيسمعنا. اذا كان هو مش يعني احنا مش عايزين نروح برضه ناحيه الاي تي، او احنا بنروح ناحيه اليوزر العادي. اليوزر العادي اللي عنده لابتوب دلوقتي وبيسمعنا. ها. ازاي يستفيد باللي انا جاي اتكلم فيه، او ازاي يستفيد بالتكنولوجيا الفيرتشواليزيشن دلوقتي، ويستفيد بيها في ايه. او حاجه تانية، ان في بعض الناس بتبقى عايزه تفتح الشركه دي مثلا فيها 10 افراد، تفتح شركه صغيره سمول بزنس دلوقتي، فممكن ما عندوش معلوم او ما عندوش اي تي في الشركه، فعايز يجيب اكتر من سيرفر او يجيب اكتر من حاجه، فازاي يستفيد برضه باللي احنا هنقوله دلوقتي. تمام. فاحنا بنفيد اليوزر العادي، زائد ان حد عايز يفتح شركه ويبدا مشروع جديد. تمام. الموضوع الاولاني اللي هو الفيرتشواليزيشن ده، اللي هو حاجه وهميه. انت عندك دلوقتي لابتوب في البيت، اللابتوب في البيت دلوقتي انت عايز تستخدمه، بس عندك اكتر من مثلا من اخ او اكتر من حد في البيت بيستخدم جهاز الكمبيوتر. فانا دلوقتي حاطط ويندوز، الويندوز ده عليه شويه ابلكيشن. انا عايز دلوقتي شغال محاسب او دكتور عندي في الكليه، او حد طلب مني تاسك معينه عايز اعملها. لو انا جيت عملتها على اللاب بتاع حضرتك، ممكن البرنامج ده يضرب حاجه عندك في الجهاز، او ممكن يحصل مشكله في الجهاز، او ممكن لما اجي اشيله يحصل بعد كده اي ايشو في الجهاز. فبنيجي نعمل حاجه اسمها فيرتشواليزيشن، ان انا بسطب حاجه معينه على الجهاز، بحيث ان انا اكون اكتر من ويندوز. يعني انا دلوقتي اللابتوب، مش عندك لابتوب في البيت؟ اللابتوب في البيت دلوقتي اقدر اعمل عليه اللابتوب او الكمبيوتر العادي او كمبيوتر ايا كان. يعني دلوقتي الناس ده اكتر لابتوب يعني، تمام. او كمبيوتر عادي. اقدر اعمل جوه الويندوز ده اكتر من ويندوز، واقدر استفيد بيه. انا مثلا عندي 5 اولاد او 3 اولاد، او اقدر اخلي لكل واحد فيهم جهاز ويندوز لوحده او فيرتشوال لوحديها، بحيث ان هو يجي يستخدمها ويعمل عليها تاسكاتها، يخلصها يقفلها. صح، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده. اتكلمنا عن الموضوع ده وانت فكرتني احنا نتكلم فيه تاني بشويه ادفانسد شويه. تمام. عايز برضو اقول للناس، او اقول للي بيسمعنا ازاي الميكانيزم بتشتغل. احنا عندنا لابتوب، اللابتوب ده مجموعه هاردوير، رام، نتورك، هارد ديسك. بيحصل اما انا بعمل حاجه ان انيبل للفيرتشواليزيشن، بيحصل حاجه اسمها هايبرفايزر. طبقه الهايبرفايزر دي، واحنا لو شغلنا الفيديو التاني اللي بيتكلم عن الهايبرفايزر هنشغله، بس خلينا بس نتكلم بس. الهايبرفايزر ده اللي هو احنا عندنا هاردوير، رام، بروسيس، نتورك، بينزل عليه طبقه كده زي الهايبرفايزر، ببدا احط عليه بعد كده بلاتفورم. البلاتفورم ده هو ده يعني هو ده زي ده انا جايبه ماكت كده كرتون. هنا بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان عندك هنا هاردوير، عندك كروت نتورك، عندك رامات، بيجي طبقه فوقها وصف الكيسه يعني. وصف الكيسه عاديه خالص، بس عشان بس نفهم هو ازاي تشتغل. يعني انا قبل ما اشغل الحاجه دي عايز اعرف اشتغل. ده هارد ديسك زي احنا كنا بنتكلم عليه في البيت. بنبدا بقى نقسم بعد كده، ونقدر نكريت اكتر من فيرتشوال ماشين. طب انا دلوقتي اللي بيسمعني بيقول لي انا عايز انا الفكره عجبتني جدا، وانا فعلا الدكتور كان طالب مني حاجه في الكليه، او انا محاسب في بنك وباخد كورس جديد وعايز اعمل الحاجه دي، بس مش عايز اعملها على الجهاز الاساسي، انا عايز اعملها في فيرتشوال ثانيه، واقدر اشغلها في وقت ما انا احتاجها. هل انا لو انا جيت عملت انيبل لخدمه الفيرتشوال دي عندي على اللاب، شوف حضرتك الكرتون بينزل على الفيرتشواليزيشن. تمام. لو انا جيت دلوقتي اشغل الحاجه دي، هقدر اشغلها عندي على اللابتوب على طول، او جهاز الكمبيوتر عندي خالص؟ لا، لازم اعمل حاجه في البويز الاساسي اشغل بيه الفيرتشواليزيشن. احنا لسه هنروح قبل ما محطه الويندوز، قبل محطه الويندوز نعمل عليه ايه. انا عايز اخلي الجهاز الكمبيوتر نفسه جاهز يعني. لان اغلب لو انت اشتريت لابتوب في البيت او اشتريت جهاز كمبيوتر في البيت، خدمه الفيرتشواليزيشن دي ما بتبقاش انيبل باي ديفولت على البويز نفسه. تمام. حتى ما تيجي مش مفعله. فاحنا عايزين الاول نخش على الجهاز فنفعلها. فاحنا هنلاقيها في الفيديو الثالث عندنا، هتلقى فيه حاجه هنا اسمها ازاي افعل خدمه الفيرتشواليزيشن على البويز نفسه من اللابتوب او جهاز الكمبيوتر اللي اسمه. كويس. فاحنا لو جبنا نبص على الفيديو الثالث، ولا هيجيبوا الفيديو الثالث بيحضروه دلوقتي. بس هو عامه يعني ابدا منين؟ يعني انا دلوقتي بتقولي مفيش
يعني مفيش نسخه ويندوز موجوده؟ لا، في نسخه ويندوز في البيت. نسخه في نسخه ويندوز. انا نبدا الخطوات، هدخل على ايه واعمل ايه؟ كويس ان انت ذكرت الحته دي. احنا عندنا اهو، نبص الحته دي الاول. ده كويس. ده الهايبرفايزر. كويس. ده انا بضغط على اف 12 عندي في جهاز الكمبيوتر دلوقتي. لو انت بتتابعنا دلوقتي تضغط على كويس. اف 12. ها. بعد ما تعمل طبعا ريستارت هيظهر لك القائمه اللي هي بتاع البويز نفسها، القائمه اللي هي قبل ما تدخل على الويندوز، قبل مرحله الويندوز. تمام. بيظهر لنا مجموعه الانفورميشن، جنبيها تلاقي في حاجه اسمها كونفيجريشن. مم. تالت واحده تقريبا او رابع واحده. طبعا ده في اغلب اللابتوب او اغلب اجهزه الكمبيوتر. مم. ممكن تبقى اف 12، ممكن اف 8، عشان ممكن في حد ناس تضغط على F- حسب. على حسب في ايه، بس هي اف 12 اف 8. ها. ويضغط على حاجه اسمها يا بس ده على حسب الكمبيوتر. على حسب الكمبيوتر. احنا عندنا هنا الفيرتشواليزيشن اهو، بنعمل لها انيبل او ديسيبل. بس عملتها انيبل بتضغط بعد كده، بس لازم تضغط اف 10 في الاخر عشان يسيف اللي انت عملته. لان في ناس كتير بتعملها تضغط انيبل وما تضغطش اف 10 يخرجوا خلاص. ما يحصلش ان هي يبقى في كذا ويندوز. بعد الخطوه دي بيضغط بس اف 10، هيقول له هتسيف اللي انت هتعمله ده، يقول له يس سيف خلاص اللي عمله. خلاص. هل ده دي اول خطوه. هل ده في اضرار على الجهاز؟ لا خالص، ما فيهوش اي اضرار خالص. فالموضوع عادي. الموضوع يعني سيمبل وبسيط وما فيهوش اي اضرار على الجهاز. السؤال، لو الويندوز وقع وجيت نزلت ويندوز، محتاج اعمل نفس الخطوه دي تاني؟ السؤال ده جميل جدا. لا، لو انت ما تحرجنيش يا محمد. لا في الاسئله لا، الاسئله ممكن تتطرق يعني تبقى اسئله تحس اني اي تي شويه. لا بس هي بس عشان فكره ده بجد. انا لو حصل ان انا الويندوز بتاعي وقع، هل محتاج لا خطوه البويز دي مش هتعملها تاني. هي مره واحده، هي مره مع واحدة. الجهاز. تمام. اوكي. طب دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه بقى ايه؟ ان انا دلوقتي عندي اكتر من مرحله. فاكر انت كنت سالتني سؤال قبل كده، قلت لي هل لو انا دلوقتي عندي ويندوز اكس بي ينفع اعمل خدمه الفيرتشواليزيشن؟ ينفع. كويس. تمام. في طبعا اكتر من شركه بتدعم الموضوع ده. في شركه اسمها في ام وير، وفي شركه مش عايزين نقول اسماء شركات. يعني في شركات عامه. في شركات. اوكي ماشي. تمام. وبعدين انا بقول كده ليه؟ لان انت في الاخر هتنزل البرنامج ده. اوكي، بس انا مش عايزين نقول اسماء شركات. طيب اوكي. احنا عندنا في برامج ممكن تعمل الموضوع ده. وفي بلاتفورم. البلاتفورم ده ممكن يبقى خاص بالويندوز اللي عندك في البيت. اوكي تمام. لو انت عندك ويندوز اكس بي او ويندوز فيستا او 7 او ايا كان الويندوز اللي عندك، ينفع عليه خدمه الفيرتشواليزيشن وينفع تستخدمها بشكل عادي جدا. اوكي تمام. اوكي. الفكره كلها ان انت لما تيجي تحدد الريسورس، انت عندك ريسورس احنا عندنا دلوقتي اغلب الناس عندها كور اي 7 وكور اي 5. احنا ما بنستخدموش. احنا اغلبنا فيسبوك، العاب، مش عارف ايه. صح. كل ده احنا مش بنستخدمه. ليه ما انا استخدمش لو انا عندي اخ في البيت، بدل ما اجيب لابتوب تاني وبدل ما اجيب هاردوير تاني وبدل ما اعمل تكلفه، ده هيوفر لي في الكوست نفسه في البيت. انا موجود الصبح، اخويا يكون بالليل، ده موجود. لا، انا ممكن اعمل لكل واحد جهاز كمبيوتر يقدر يستخدمه بيوزر نيم وباسورد في الوقت اللي هو يحتاجه على نفس الجهاز. واستخدم الريسورس. لو انا عندي رامه 8 جيجا مثلا، لا اقدر اديله 4 وانا اخد 4، اديله 2 وهو ياخد 2. يعني فكره السيطره والتحكم في الجهاز كامله وتقسيمه بما يتناسب مع افراد العائله. تمام كده. تمام. هي الفكره كلها ان انا بشيل الريسورس اللي عندي. تمام. ازاي استخدم الريسورس اللي عندي بابسط استخدام واقدر اشيلها، بدل ما انا مش مستخدم. انا عندي 8 جيجا مثلا رام، بفتح حاجات بسيطه ما بستخدمهاش. لا، ليه ما يكونش عندي ويندوز تاني واقدر استخدمه؟ ده بالنسبه لليوزر العادي. طب دلوقتي لو في حد بيسمعنا وهيفتح شركه صغيره،